السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة تعجبكم بإذن الله. ان شاء الله النهارده نعمل مع بعض الغريبة، نواعم العيد، تحفة بجد. هنعملها ان شاء الله بطريقة سهلة ومكونات بسيطة ومن قلب بيتك، مش هتكلفك حاجة، وهنعملها بكميات قليلة. هنسمي باسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ الطريقة بتاعتنا ان شاء الله والمقادير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا معايا هنا دي كوباية سمنة زي ما انتم شايفين كده، حطيتها في التلاجة، يعني جامدة اهي، جامدة خالص اهي، مش بتعمل خالص. معايا هنا كمان نص كوباية سكر بودرة، ده انا طحناه على ايدي، طبعا بيبقى احلى من بره، احلى ما بتجيبيه بيبقى حاطين عليه نشا، عملته معاكم قبل كده. ده دقيق، كوبايتين دقيق. معايا هنا كمان ذرة ملح، رشة بسيطة. معايا هنا ورقة فانيليا اهي زي ما قلت لكم. هنزل بقى السمنة هنا عشان هي جامدة قوي وارجع لكم. ما شاء الله، بصوا يا جماعة، عملت كوباية سمنة زي ما انتم شايفين اهي، كوباية اهي. طبعا دي هكسرها عشان اضربها بالمضرب اهي، حبيت اوريها لكم بس وارجع لكم. نزلت السمنة زي ما انتم شايفين كده، هضربها بقى بالمضرب على الهادي طبعا علشان ما تتنطورش مني. طبعا شايفينها جامده ازاي مع انها محطوطه على الرف. هنزل عليها السكر عشان تساعدها شويه اهي. دي نص كوبايه سكر اهي. عايزه تضاعف الكميه، هيبقى هيبقى 4 دقيق، 2 سمنه، 1 سكر. لو عايزه تضاعفي الكميه، عايزه تعملي كيلو، يبقى 6 كوبايات، 4 سمنه، 2 سكر. وطبعا الفانيليا ورشه الملح معروف. طبعا الكلام ده كله بيبقى في البيتيفور، بس احنا بنزود البيض، نفس المقادير بس بنزود البيض، بنحط بيض. الفانيليا طبعا ملهاش بيض، احنا هنعملها كمان بدون بياض بيض. هضربها جامد قوي لغايه ما تبقى كريمي وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده، انا بقى عملتها زي ما انتم شايفين اهو. هكمل فيها ضرب برضه قدامكم اهو. لازم تعمليها زي الكريمه خالص اهي، بس طبعا ما تزوديش الضرب عشان ما تخرجش منك. طبعا كل ما تعمليها سمنه بيضه، اللي هي السمنه الجاموسي بتاعتنا البلدي الفلاحي، هتبقى احلى. ما تعملهاش بالصفرة، الصفرة هتخلي لون الغريبه صفرة، هي الغريبه اصلا بتبقى بيضه. وطبعا يا ريت كده يبقى في نوع سمنه جيد، يبقى افضل. سمنه بلدي بقى، سمنه نوعها تكون كويس، هتبقى طبعا الطعم بيبان فيها قوي. حتى لو عملتش كوبايتين زي ما انا عامله كده مش هتكلفوكي حاجه، هي كلها كوبايه سمنه مش هتكلفك، وهتبقى من قلب البيت. طبعا عشان ما اخدش معاكم وقت، هكمل ضرب انا لغايه ما تخلص خالص وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده، انا ضربتها ضرب جامد اهي، اكنك بتعملي كريم شانتيه. زي ما انت شايفه، عامله زي منقاره اهو في مضرب البيض، تضربيه قوي. طبعا هو كده كده السكر ناعم بودره، ما بياخدش وقت في الضرب، والسمنه ناعمه. انا كده خلصت. هنزل بقى بالدقيق، بس انزل اول، اطلع المضرب يعني اخلصه وارجع لكم. انا خلصتها اهي، ما شاء الله، عامله زي الكريم شانتيه بالظبط اهي. هنزل بقى عليها بالدقيق وعليها ذره الملح. الفانيليا احطها في الاخر خالص عشان ريحتها ما تروحش زي ما احنا متعودين مع بعض كل مره اهي. هنم بقى كده بالراحه اهي. انا هفرك بس بالمعلقه او بايدي اهو، بايدي هعمل بالمعلقه شويه، وبعد كده اكمل بايدي اهو. انا مش هخلي يعني مش هعجنها اهو. ثواني بقى. زي ما انتم شايفين بقى كده اهو، انا هفرك بايدي كده اهو. هلم العجينه بايديا مع السكر مع السمنه مع ذره الملح اهو. بسم الله ما شاء الله، احنا بنفرك بايدينا كده مش هنعجن. بسم الله ما شاء الله. طبعا دي ولا بتحتاج لها لبن ولا ميه ولا بتحتاج لها بيض ولا اي حاجه، هي بس الفانيليا ولا بيكنج باودر.
ملهاش مادة رفع خالص. بسم الله ما شاء الله. هنلم بس كده من تحت لفوق اهو، علشان ما اطولش عليكم. طبعا هلمها خالص زي ما انا بعمل كده لغايه ما تتلم معايا وهوريها لكم. طبعا هفتح بقى باكل فانيليا اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو، عشان ريحتها ما تروحش. كده اتلمت الحمد لله. بس اكملها معاكم. انا حبيت بس اوريكم وانا بحط الفانيليا هنعجن بقى حلو فيها قوي، ما تخافيش من نعوميتها. هي الغريبه كده، الغريبه جميله جدا في كده اهي ما شاء الله. اهي بص ما شاء الله، اهم حاجه تخدميها حلو. بصوا اهي ما شاء الله. بص عامله ازاي اكنها عجينه ما شاء الله، ولا حطيت لها اي حاجه زي ما قلت لكم. بصوا البوله كمان نضيفه اتلمت ازاي معايا اهي ما شاء الله. تحفه يا جماعه والله تحفه، بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا بعد ما نلمها كده هندخلها التلاجة ترتاح شويه، على ما نجيب بس الصاج او الصاجات اللي هتاخد فيها نجهز الحاجه اللي هنزوق بيها برضه، الحاجه اللي هنزوق او نزين بيها اهي. بسم الله ما شاء الله. كده هي خلاص بقت زي الفل اهي ما شاء الله عليها. طبعا هنختبرها بقى، عشان لو محتاجين لها شويه دقيق هنديها شويه دقيق، هنشوفها بتشقق ولا لا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا يا جماعه ما شاء الله، بصوا ما شققتش خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا هنختبر واحدتين في صاج او في صينيه صغيره ندخلها الفرن قبل ما ندخل كله، عشان حرام العجينه تبوظ مننا كله. دي حاجه متكلفه وحاجه غاليه. شوف انت ده لو هتجيبيها من بره هتجيبيها بكام؟ انت برضو مكلفاها، حتى لو الحاجه من قلب بيتك انت برضو مكلفاها اهي. هسيبها بس ترتاح شويه في التلاجة على بال ما نجهز الصاجات زي ما قلت لكم. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه انا عملتها اهي ما شاء الله. بصوا التسويه اهي، بس حاسه انها عايزه معلقه دقيق تاني اهي ما شاء الله. هنديها بس معلقه واحده لان هي مش مستحمله سايبه خالص. انا حبيت اجربها عشان كده بنقول نجرب الحاجه الاول. هنحط لها معلقه دقيق واوريها لكم. زي ما انتم شايفين حطيت لها معلقه الدقيق اهي. هلفها بيها بقى عشان برضو هي بتلزق في ايدي شويه، لازم تكون ما تلزقتش. هي معلقه واحده بس اللي هنحطها. هلم العجينه وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده انا لميتها وعملت برضو واحدتين تاني دخلتهم الفرن، هيطلعوا هوريهم لكم. زي ما انتم شايفين كده انا خلصتها خالص اهي بسم الله ما شاء الله اهي، مش بتلزق ولا حاجه اهي، وكورتها. هنعملها بقى مع بعض اهي ونرصها في الصاج اهي. طبعا نعملها زي ما انت عايزه، صغيره قوي كبيره قوي براحتك اهي. تعمليها قد الليمونه قد البليه اهي. بسم الله ما شاء الله اهي يا جماعه، ما بتشققش ولا حاجه اهي. هحطها طبعا كده اهي، هوريها لكم في الاخر بعد ما اعمل كام واحده كده اهي. زي ما انتم شايفين كده اهو. نعملها صغيره قوي اهي. طبعا احنا هنزوق بقى اهو. ادي السوداني هنحط سوداني. الزبيب بيتحرق مش هحط زبيب اهو. انا هحط دلوقتي اللي هو الفستق الكداب اهو.
الفستق الكداب اللي انا عملته معاكم قبل كده في الفيديو اهو. هشكل كام واحده كده وايه، وبعد كده هوريه لكم. زي ما انتم شايفين انا هعمله كده علشان ايه ما يقعش على الساق حاجه اهو. ماشي اهو زي ما انتم شايفينه كده اهو. هخلص بقى الساق كله وارجع لكم. طبعا انا مش ببططها، انا بخليها زي ما هي متكوره كده، ما بدوس عليها، بخليها متكوره زي ما هي اهي، ما بدوس عليها خالص اهي. ما شاء الله مش متشققه ولا اي حاجه من الجناب اهي. بس انا مش ببططها، هي كده كده لوحدها في الفرن هتهدى شويه وتريح. خلصتها زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله. وحطيت عليها الفستق اللي هو البيتاشيو، واللي هو الفستق الكداب طبعا اهو. وحطيت واحدتين زبيب كده يعني يدوا شكل، وادي السوداني اهو زي ما انتم شايفين. هدخله بقى الفرن وعمل صاجه اهو ما شاء الله. طبعا كام واحده انا ما عدتهمش. هدخله بقى الفرن على درجه حراره 160، الرف اللي في النص، وعلى نار متوسطه. زي ما انتم شايفين كده انا دخلتها الفرن اهو. طبعا تاخد بحوالي 10 دقايق كده لغايه بس ما الارضيه تبقى زي الدهبي كده، واطلعها. زي ما انتم شايفين لازم الفرن يكون والع قبلها. بصوا يا جماعه انا جربت واحده اهي. بسم الله ما شاء الله. بصوا ناعمه وجميله ازاي اهي ما شاء الله اهي، مش ناشفه ولا حاجه اهي. حبيت اجربها الاول زي ما بعمل معاكم. لازم يا جماعه ضروري 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 جدا لازم تجربوا اول واحده او اتنين على الاقل. ما تدخلوش الصاج كله علشان حرام الحاجه ما تبص اهو. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو اهو. بصوا عامله ازاي بسم الله، ودهبي من تحت ازاي، جميله جدا اهي. بسم الله ما شاء الله اهي. هتقعد حوالي 10 دقايق او تلت او تلت ساعه بالكتير. هقول لكم برضو خدت معايا وقت قد ايه. خلاص يا حبايبي انا خلصتها خالص اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا مش هنحركها خالص من على الصاج، انا بس هوريكم ارضيتها اهو. بسم الله ما شاء الله. دي من الفستق اهي ما شاء الله. بصوا الارضيه، طالما الارضيه كده خلاص احنا مش عايزين ارضيه اكتر من كده اهي. هي طبعا لازم بتطلع بيضه، الغريبه بالذات بتطلع بيضه. وادي الزبيب اهو الحمد لله ما اتحمش ما اتحرقش قوي اهو. وادي الفستق زي ما هو ما اتشالش من عليها. بسم الله ما شاء الله. السوداني ابتدى احمر سنه اهو زي الفل. عملنا الغريبه معاكم بمقادير جميله وبسيطه. كوبايه سمنه، نص سكر، نص كوبايه سكر، كوبايتين دقيق، فانيليا. طبعا الكوبايه اللي بتعايري بيها هي كوبايه واحده موحده، اللي بتعايري بيها السكر، بتعايري بيها الدقيق، بتعايري بيها السمنه، هي نفس الكوبايه او نفس المج اللي انت بتشربي فيه الشاي اهو زي الفل اهو ما شاء الله. طبعا مش هقدر احركها دلوقتي خالص، اسيبها بقى تبرد خالص وبعد كده اطلعها ونرصها بقى في طبق التقديم. يا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا زي ما قلت لكم لازم ضروري جدا جدا لازم نحط واحده او اتنين نجربها الاول نختبرها، لان انا جربتها بتاع حوالي 3 مرات لغايه ما وصلت للنتيجه دي. طبعا لقيتيها ناشفه معاكي حطي معلقه سمنه، لقيتيها طريه حطي رشه دقيق. انا عملت نفس النظام كده تخلص بقى خالص احط، هي كده خلصت الحمد لله. هتبرد بقى خالص واحطها في طبق التقديم، لان لو شلتها دلوقتي هتتفتفت مني. هي ما شاء الله مش مستحمله، تحفه بجد يا جماعه. عملنا اهو بالفستق اللي هو البيتاشيو، طبعا الفستق الكداب ده اهو زي ما انتوا عايزين، وعملت بالزبيب وعملت بالسوداني اهو يا حبايبي. انا خلصتها خالص اهو، حطيتها في طبق التقديم. دي علبه اكريليك طبعا وليها غطا زي ما انتم شايفين اهو. انا بقى هحطها في الاخر اغطيها اهي. هي سبتها لما بردت خالص وبعد كده رصيتها زي ما انتم شايفين. ادي اللي بالفستق وادي اللي بالسوداني وادي اللي بالزبيب اهو. بسم الله ما شاء الله. السوداني اهو، الزبيب اهو، الفستق اهو ما شاء الله تحفه بجد. كل سنة وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، وجربوها هتعجبكم بإذن الله. جميلة جدا وحلوة وتحفة. أنا نزلت سألت على الكحك والحاجات، الأسعار نار نار نار.
وغير ما انت بتعملي في البيت، الكيلو اللي انت بتعمليه بيعمل لك اكتر من 2 كيلو بره. ان شاء الله كده كل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الايام بخير. وما تنسونيش بقى بدعوه حلوه كده واللايك الجميل ده بتاعكم. ربنا يكبر بخاطركم يا رب كده زي ما بتكبروا بخاطري. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.